السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع قناة هلا حسنين، فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد. ونبدأ بسم الله بقى، ونبدأ يومنا كده معايا ان شاء الله. هتخلي بيتك قشطة كده. كنا دخلنا على الصالة، كنا هنروقها. كانت طبعا الدنيا مقلوبة ومبهدلة وحاجة كده فل. فأول حاجة بعملها يعني كنت بظبطها كده، وبشيل اي حاجة من عليها انزلها وبنفضها بقى كويس. يعني ده تنظيف يومي، مش تنظيف عميق ولا حاجة، بس برضو بمسح وبشيل وبحط وبفرش على برضو مفارش عشان الأولاد بيبهدلوها. وبالمناسبة الركنة دي أنا اللي عاملاها، وأنا اللي منجدها كده، وأنا اللي عاملة القماش اللي عليها ده. فقولوا لي رأيكم ايه. وده القماش ده اللي فوق شاريه، برضو شاريه قماش وقصاه عشان ايه، احفظ الركنة بتاعتي فما تتبهدلش وكده. بشيل اغسله وبفرشه تاني برضو. يعني انا بعد ما عملتها كده ما عجبنيش النظام، فقلبت الدنيا تاني. بشيل بقى اي حاجة موجودة في الارض. انا كده كده هشيل السجادة دي وهفرش سجادة تانية، يعني تغيير وكده. شيل بقى اي حاجة واعملها ايه بالمكنسة. يعني يوميا بعمل كده، دي مش تنظيف عميق ولا حاجة، ده يوميا. وكده برضو انا هشيل واعدل تاني. صلوا على النبي بقى، واكتبوا لي في الكومنتات، وصلوا على النبي في الكومنتات كتير. قبل برضو ما المها كده كنت بعملها بالمكنسة عشان ايه، تبقى نظيفة. وانا لما جيت اشد بقى الدنيا، الركنة بقت تيجي معايا تاني، حسيت انها اتبهدلت. اهو بقى ابتديت برضه اعدلها تاني. وكنست طبعا مكان كل حاجة وحطيتها مكانها تاني. وجيت بقى على الجزء التاني. انا كده كنت روقت مكان الركنة ده، الجزء بقى اللي فيه السفرة. فشلت برضو كل حاجة عند السفرة. وجبت بقى الملمع بتاع الزجاج ومسحتها كده على السريع.
وحطيت المفرش تاني برضو، وكنست مكان الكرسي ورجعت كل حاجة زي ما هي. لو لسه بقى مشتركتيش اشتركي معايا في قناتي وشجعيني كده واكتبلي كومنتات حلوة. ودي الاباجورة يا جماعة لمعتها برضو، اي حاجة كنت بلاقيها بلمعها ورجعتها مكانها. خلاص كده كنت بكنس بقى الارض وافرش السجاد وكده. خلاص يبقى ايه، خلصت الصلاة بتاعتنا.